بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. هذا مطلب الشفاء في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. حمدا لمنزل الدنا ودائي ومنزل الشفاء والدواء. حمدا لمنزل الدنا ودائي ومنزل الشفاء والدواء. من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء. ثم على من حيث مس ذا مرض يبرأ بلا بت وفاز بالغرض. محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم. والآل وصحبه ذوي العلاء ما احتاج ذو الأسقام للشفاء. هذا وإني اليوم ذو أوجاحي مبتغيا عون المجيب الداعي. وأشتكي إليهما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بهم رمضان الأعظم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم. اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا. وأنزل يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم. وأبلنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرذايا. وأبلنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات. يا بر يا لطيف يا محافي يا من له أمر ولا يا شافي. أنزل شفاءك مكان الداء ولا تؤمنا بالابتلاء. وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر. وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل. وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر. وفي جميع المسلمين حاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا. ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكسر ذنبهم. فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد. وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك للضعف يظهرون. قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا ثم غدا. لكنما تلذذ الجوارح أفداهم لأقبح القبائح. ولا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم حب الذي لا ينفعكم. يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب. وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم. واجعل جميع المسلمين طرا لنا أقل فنكفى ضرا. واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم آفهم غدا. واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقام. واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين. واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين. واجعل جميع الناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين. وأغننا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة. واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا. وأغننا بحبهم لوجهك وأرهم بحبنا فنسلكا. واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اقتداد النسب. واجعل لنا هنا وأنا حظا زاغبة تفضلا فالنهضا. وأملنا مكارم الأخلاق ما تحافظ بلا شقاق.
واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على توادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تقاسم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في دارين غير عافية وامي وغط وكفنا عن مظلما ونجي كل مسلم ومسلما وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المروب والأغراض محمد طبيبنا الهمامي المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع الصحاب الكرماء ما أفلح المشهور في الدعاء ووفي المريض باستشفاء وللناظم أيضا زاده الله شفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تنل شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.